احبائي علشان تطلع معاكم الحبة هيك معززة بالرز واللحمة وبنفس الوقت الرز مش ملبد على بعضه، نحشيها عادي جدا. حبيتها كتير يعني. ويا صباح الفل، كيفكم احبائي؟ اشتقت لكم كتير. هلا اللي متابعني كتير منيح بيعرف انه انا دائما بميل للوصفات التقليدية، فاليوم حبيت أشارك معاكم وصفة من المطبخ اللبناني كتير طيبة، هي المحشي باللبن. تمام، بيعملوها بطريقة كتير ذكية، بس مش شيخ المحشي أبدا، لا ما بتنحشى لحمة، بتنحشى رز. كتير طيبة. فأنا شو عملت؟ حفرت الكوسة ونظفتها. أنا طريقة حفر الكوسة نزلت لكم إياها مبارح بريل على الصفحة، فيكم تشوفوه، بينبخشش معاكم ولا واحدة. شوفوا ما أحلى كوسياتي، مين هيك مثلي بيطلع معاها الكوسة غير شكل. شوفوا هاي الطريقة تعلمتها من أمي الله يرحمها، روحها طلبت الرحمة، ادعوا لها بالرحمة. ومين مثلي ما بكب لب الكوسة؟ أنا أبدا ما بكب لب الكوسة نهائيا. بعمل فيه وصفات كتير، عجة، بعمل فيه متبل، بس رح أنزل لكم وصفتين تذكرتهم امبارح، كانت تيتا الله يرحمها تعملهم كتير طيبين، لا عجة ولا متبل، وصفتين عن جد بفوزوا كتير طيبين، يعني غير شكل. رح انزل لكم اياهم ان شاء الله هذا الاسبوع على الصفحه، فانتوا عشان توصلكم دايما الفيديوهات اتفعلوا دايما باللايك، تعليق حلو مثل قلوبكم الحلوه. خلينا نفتح الشباك واطول اللحمه، انا لسه ما طلتها تمام، واجيب اللبن. خلينا نفتح الشباك نهوي الدنيا شوي، بتعرفوا بحب دايما فتح الشبابيك. خلينا كمان احبائي ننزل على التعليقات، نصلي على الرسول. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. خلينا هلا نحكي بسم الله ونبدا على طول بتجهيز وصفتنا. شوفوا احبائي، نقعت الرز وجهزت اللبن وكل الامور عندي تمام. شوفوا شو رح اعمل، رح اخذ تقريبا ربع كيلو من اللحمه المفرومه، مش اكتر من هيك او اكتر شوي، انتو كيف بتحبوا. ورح اضيف عليهم ملح وفلفل اسود وحبهان مطحون، انا بحب احط على اللحمه حبهان. طيب هلا هم بحبوا يضيفوا تقريبا نص معلقه صغيره من البهار الحلو ونص معلقه صغيره من البهار المشكل. انا بصراحه الاكلات اللي فيها لبن مش كتير بحب اني اضيف فيها بهار مشكل او بهار حلو، فبكتفي بس بالفلفل الاسود والحبهان والملح. تمام، بس انتو كيف ما بتحبوا كيف ما بتفضلوا. رح اضيف الزيت النباتي معلقتين 3، لانه انا اللحمه اللي عندي مدهنه مش معتازه اكتر من هيك. تمام، اذا بتحبوا تضيفوا كلكم ضيفوا. انا رح اضيف هيك ربع معلقه صغيره من الكركم وبس. انا بحط الكركم احبائي لانه انا ما بحب الرز تاع المحاشي بالذات يكون لونه ابيض، فبضيف الكركم. رح ادمج كل هاي المكونات مع بعض تمام، وبعديها نبدا نحشي الكوسه على طول. رح اقول لكم كيف الخطوات اللي هم بيعملوها فيها. خلصت الحشو احبائي كيف ما عم بتشوفوا، هيها كانت بهذا الشكل تمام. وهلا رح ابدا احشي فيها. شوفوا احبائي علشان تطلع معاكم الحبه هيك معززه بالرز واللحمه وبنفس الوقت الرز مش ملبد على بعضه، نحشيها عادي جدا تمام. وبدل ما نقعد نحشي ونرص فيها انه طعمه حلو، بندقها هيك كف ايدك. شوفوا انا بخليها تقريبا شي هيك عقلة اصبع فاضي عشان تطلع معاي غير شكل بهذا الشكل. رح اخلص كليات الكمية وارجع لكم. خلصت الكمية كلها احبائي ويلا نطبق وصفتنا. بطنجرة فيها مي سخنة بتغلي، ببدأ إني أنزل بحبات الكوسة كيف ما عم بتشوفوا، وبضيف لها نص معلقة كبيرة مليانة من الملح. تمام، المفروض الكوسة صبايا عنا هون تستوي معانا تلتين السوا. هلا رح اسن اللبن تمام. للناس اللي اول مرة رح تسن اللبن، عندي هون لبن زبادي اللي هو نفس الروب او الرايب او اليوغرت تمام. كل كيلو بياخد معلقة كبيرة مليانة من النشا تمام. رح اضيف النشا. هلا في ناس تحب تحط بيضة، انا ما بحب تمام. ورح ادمج كل هاي المكونات مع بعض على البارد تمام. وارفع طنجرتي على النار مع استمرار التحريك، لازم ما اشيل ايدي منه من التحريك لما يبدا يغلي معي اول غلوه. واللبن صبايا ما بيتغطى، اذا تغطى اللبن بيفرط تمام. فرح اضلني احرك فيه على البارد دقيقتين 3 لما اتاكد انه النشا داب معي تماما بقلب اللبن الرايب او الزبادي. بعد هيك برفع طنجرتي على النار مع استمرار التحريك.
رفعت اللبن الزبادي على الغاز مع استمرار التحريك كيف ما عم بتشوفوا على حرارة عالية تمام ليبدأ عندي اللبن بالغليان. بعد هيك بنزل الكوسة بعد ما تكون استوت عندي تلتين السوا. رح أضيف عليهم مكعب مرقة الدجاج وبضبط الملح مش أكتر من هيك. ولو وصلتوا معي لهون وعجبتكم الوصفة بتمنى تكتبوا لي تم ومن أي بلد بتتابعوني. كتير بحب شوف تعليقاتكم الحلوة وأتعرف عليكم من أي بلد. نزلت الكوسة وما بنحركها كتير لحتى ما تتفزر معاكم. عندي هون معلقتين من الزيت النباتي بضيف لهم نص راس من الثوم مهروس ناعم جدا تمام. وما بخلي الثوم تاخد معي لون ابدا. الثوم لما بيتحمص وبينضاف على اللبن بيغير طعم اللبن تماما. ضفت له معلقة صغيرة مليانة من النعناع الناشف وبقدح الثوم على اللبن وشموا وادعوا لي عن جد بتشهي. خليت الكوسة تغلي أحبائي مع اللبن لكملت باقي سواها. وشو بدي أحكي لكم عن الريحة بيت شهي. نحشي الكوسة باللبن على الطريقة اللبنانية طلع فوق توقعاتي. ضروري تجربوه. حبيتها كتير يا عيني. أحبائي أكمل أنا أكلي. هيك بكون خلص معنا الفيديو لليوم. بتمنى إنه يكون عجبكم. ألف صحة وعافية مقدما. دمتم بألف خير. بشوفكم على خير وباي باي.